السلام عليكم يا شباب. أهلا بكم في فيديو جديد معايا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو العشر عادات اللي لازم نبطلها عشان نتطور ونوصل لأهدافنا. أول حاجة لازم نبطلها هي التسويف وتأجيل المهام. كلنا عارفين إحساس هعملها بكرة أو لسه في وقته، لكن الحقيقة إن التسويف بيسرق مننا فرص كتير وبيأخر تقدمنا. خلينا نبدأ من النهاردة نعمل اللي علينا في وقته. تالت حاجة هي المقارنة نفسك بالآخرين. كل واحد ليه ظروفه وإمكانياته ووقته الخاص. ركز على تطوير نفسك وتحسين مهاراتك بدل ما تضيع وقتك في مقارنة نفسك بغيرك. تاني حاجة هي الخوف من الفشل. الفشل مش نهاية العالم، ده درس وتجربة بنتعلم منها. أعظم الناجحين في العالم فشلوا كتير قبل ما يوصلوا. خلي عندك ثقة إن كل فشل هو خطوة في طريق النجاح. تاني حاجة هي الخوف من الفشل. الفشل مش نهاية العالم، ده درس وتجربة بنتعلم منها. أعظم الناجحين في العالم فشلوا كتير قبل ما يوصلوا. خلي عندك ثقة إن كل فشل هو خطوة في طريق النجاح. تالت حاجة هي المقارنة نفسك بالآخرين. كل واحد ليه ظروفه وإمكانياته ووقته الخاص. ركز على تطوير نفسك وتحسين مهاراتك بدل ما تضيع وقتك في مقارنة نفسك بغيرك. رابع حاجة هي الكسل وقلة الحركة. جسمك محتاج نشاط ورياضة عشان عقلك يشتغل كويس. ابدأ بتمارين بسيطة، المشي نص ساعة يوميا هيفرق معاك كتير. خامس حاجة هي العادات الغذائية السيئة. الأكل السريع والوجبات الغير صحية بتأثر على طاقتك وتركيزك. حاول تنظم أكلك وتختار الأكل الصحي اللي بيديك طاقة. سادس حاجة هي السهر وقلة النوم. النوم مش مضيعة وقت، ده استثمار في صحتك وإنتاجيتك. نظم مواعيد نومك واحرص على 7-8 ساعات نوم يوميا. سابع حاجة هي الإدمان على السوشيال ميديا. مش معنى كلامي نبطل نستخدمها خالص، لكن نحدد وقت معين ليها ونلتزم بيه. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، استخدمها صح. تامن حاجة هي الصحبة السلبية. الناس اللي بتحبطك وبتقلل من طموحك دول مش هيفيدوك. احرص تحط نفسك في بيئة إيجابية مع ناس بتدعمك وبتشجعك. تاسع حاجة هي عدم التخطيط. لازم يكون عندك خطة واضحة لأهدافك. اكتب أهدافك وقسمها لخطوات صغيرة وحط لنفسك مواعيد نهائية. عاشر حاجة وأهم حاجة هي اليأس وفقدان الأمل. مهما كانت الظروف صعبة، في دايما أمل وفرصة للتغيير. خليك متفائل واثق إن بكرة أفضل. الموضوع مش سهل، محدش قال إن التغيير سهل، لكن لو بدأت النهاردة وركزت على تغيير عادة واحدة في كل مرة، هتلاقي نفسك اتغيرت للأحسن بعد فترة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو المحتوى عجبكم، وشاركوا تجاربكم في الكومنتات. أنا متحمس أسمع قصص نجاحكم. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.